النهارده هقول لكم بريف صغير جدا عن يعني ايه virtual assistant. الفيرتشوال اسيستنت هو بابا وماما وكل الناس. يعني هي بتاخد كل التاسكس والريسبونسبيلتيز وكل حاجة على الباص بتاعها، وهي اللي بتهندل all this stuff. يعني أول حاجة هي بيبقى عندها administrative support missions زي الكالندر management. هي بتسكيدول الابوينتمنتس، زي مثلا عندي مواعيد، عندي ميتنجز، عندي سفريات، عندي مش هي اللي بتعمل كل حاجة. هي كمان اللي بتاخد المينتس اوف ميتنج. هي اللي بتسكيدول كل حاجة، المواعيد، هعمل ايه مش هعمل ايه، اكنسل ايه مش هكنسل ايه، ايه الارجنت وايه اللي يعني less urgency. برضو هي اللي بتمانج الايميل، ارد على ايه وما اردش على ايه. وسامتايمز هي اللي ممكن ترد عني. كمان في يعني حاجة تاني، اللي هي بتشتغل كداتا انتري مانجمنت. اي حاجة تخصني هي بتحطها على السيستم، بدل يعني باعتبار ان انا باص، بس انا مش باص عامة يعني. هي كمان بتجهز كل الدوكيومنتس بتاعتي. يعني لو انا عندي ميتنج، او لو عندي مثلا whatever ايه هو اللي انا هعمله، فهي بتدوكيمنت كل حاجه. ده غير كمان هي بتعمل الدوكيومنتس اللي انا محتاجها، بتedit، بتفورمات، بتعمل لي ريبورتس، برزنتيشنز، بروبوزلز. اي حاجه ليها علاقه بالبيزنس ماتيريال هي اللي بتعملها. او هو يعني في بويز بيشتغلوا از فيرتشوال اسيستنت. ترافل ارانجمنتس، هي اللي بتعملي كل حاجه ليها علاقه بالسفر، بدايه من اول ما اطلع من بيتي بالعربيه اللي هتوصلني المطار، لحد الاوتيل اللي هقعد فيه، الاكل اللي انا هاكله، لو مثلا عندي مؤتمر، لو انا مثلا هي يعني تور كده فور فان، مش لو انا مسافر في فيكيشن عاديه مش حاجه شغل، فهي بتحجز لي كل حاجه ليها علاقه بالانترتينمنت او الاكتيفيتيز اللي انا هعملها في المكان اللي انا مسافره، من اول ما اطلع من البيت لحد ما ارجع تاني بيتي في البلد اللي انا فيها. فون هاندلنج، يعني لو اي حد بيكلمني او كده هي اللي بترد على الفون، لو في مشكله هي اللي بتهندلها. فهي لازم يكون عندها اصلا negotiation skills وهاندلنج skills قويه جدا. فايل organization، يعني هي محتاجة تكون بتعرف تفورمات وتكاتيجورايز كل فايل وكل حاجة في مكانها. ده غير كمان ان هي بتمسك البيزنس اوبريشنز ميشنز، زي البيزك بوك كيبنج، زي الانفويسز، الفواتير، تراك اكسبنسز، انا مثلا المدفوعات، الحاجات دي كلها. كاستمر سيرفيس، بترد على الكاستمرز عن طريق الايميل، شات اور فون، اي حاجه. برضو بتعمل لي ريسيرشز عن الحاجات اللي انا محتاجه اعرفها وتجيبهولي بشكل بريفلي. برضو بتقدر ان هي تمانج البروجكت بتاعي. هي مش بتمانج الحاجه يعني توتالي، بس بتكون سبورتر في حته ان انا امانج ده، وتقدر تكوميونيكيت مع، مثلا لو انا عندي تيم تحتي، هي تكوميونيكيت مع التيم، تخلص لي كل الحاجات اللي انا محتاجها. برضو هي تقدر تكون مسؤولة عن الريكروتمنت سبورت. يعني هي بتاسست مي لو انا عايز اعمل جوب بوستنج، عايز اشوف الريزميز اللي اتبعتت لي، عايزه اشوف الكانديديتس اللي انا ممكن اشتغل معاهم، فهي بتعمل ده. برضو بتعمل الرول بتاع الماركتنج وكوميونيكيشن ميشنز. فلا هي all in one حقيقي. يعني مثلا تقدر تعمل سوشيال ميديا مانجمنت، تمسك كل البلاتفورمز بتاعتي، كونتنت كرييشن سبورت جدا في موضوع ان انا هعمل ايه على البلاتفورمز بتاعتي، وات ايفر بقى. الكونتنت كرييشن هي بتedit، بترايت، يعني بتكتب اصلا حاجه، بتعمل فورماتنج للحاجه، بتشوف ايه الحاجات اللي ممكن كجرافيك ديزاين تكون كاتشي او اتراكتيف اكتر للاودينس بتوعنا. آه، وبرضو هي اللي بتمسك الايميل ماركتنج، هي اللي بتعمل اللي هي الماركتنج كامبينز عن طريق الايميل. ويب سايت مينتيننس، كمان بتعمل اونلاين شوبينج، جيفت باينج. ده لو انا مثلا بشتغل مع ناس تانية، انا محتاجه ان انا اتيك كير اوف ذا الاوكيشنز. يعني كل مناسبه بيكون ليها حاجه، فهي بتاخد ده بدالي. مثلا في عيد ميلاد حد من البارتنرز بتوعي او من ناس انا بشتغل معاهم، هي اللي بتبعت لهم دايركتلي الهدايا باسمي. فده بيوفر كتير على الباص بتاعها ان هو يبقى شاغل باله بكل حاجه. فهي بت ايفنت بلان، زي مثلا لو انا محتاج اعمل مؤتمر، لو انا محتاج حتى في حاجه برايفت بتاعتي، انا محتاج ان هي
تظبط لي مثلا بارتي لحاجه معينه، فهي بتقدر تعمل ده. طيب الفيرتشوال اسيستنت بقى هي بتعمل لي انا ايه؟ هي بتخدمني انا في ايه؟ اول حاجه بتقلل الورك لود والمشاكل والضغط اللي بيكون على البوست بتاعها. تاني حاجه هي بتسيب لي الوقت لان انا اقدر افكر في المشاريع التانية، او ان انا ابص على الحاجه الاكبر. هي بتعمل لي الحاجات اللي في النص اللي انا ممكن تكون بالنسبه لي ورك لود وهيدك، هي بتعملها او هو بيعملها عشان انا اكون فاضي للحاجات الاكبر او الاهم. برضو بتعمل لي ايه؟ بتوفر عليا موضوع الماركتنج والتك سبورت، لان هي بتكون شايله كل حاجه، ودي حاجه اي ثينك او الفيرتشوال اسيستنت بتاعتي شاطره. بتخلي كل حاجه حلوه منظمه. الكوميونيكيشن بتاعتي مع الناس كلها بتكون لطيفه، لان هي غالبا هي اللي بترد. فالحاجات دي بتكون من مهمات الفيرتشوال اسيستنت. فطبعا حته ان انا اخد قرار ان انا هجو اون في كارير الفيرتشوال اسيستنت، دي حاجه حلوه جدا، بس مش بالسهوله التي قد تبدو عليها. فلو حد بيفكر يكون فيرتشوال اسيستنت محتاج تشتغل جدا على كل الحاجات اللي انا قلتها دي. ولو عايزين البوينتس دي كلها انا ممكن احطها لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو.